في البداية استمع السيد الفريق أول إلى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية العسكرية الثانية وقائد الفرقة الثامنة المدرعة، تضمنا الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، حيث جرى على مرحلتين: الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين. وبالميدان الثاني للرمي والمناورة برجم دموش، تابع الصيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادات والأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن اكتساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية الليلية والقدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف. وسط هجمات العدو
تنفيذ هذا التمرين أكد مرة أخرى وبصورة واضحة الجاهزية الفائقة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وكذا التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. ويؤكد أيضا التطور الذي بلغته قواتنا المسلحة خلال السنوات الأخيرة. عقب التمرين عقد السيد الفريق أول لقاء مع أفراد الوحدات المشاركة، حيث هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالية 2022-2023 خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، مشيدا بالنتائج المحققة والتي تتوافق تماما مع ما كان مخططا له، وكذا مع طبيعة وأهداف المهام الأساسية والحيوية الموكلة لهم في إقليم الاختصاص. في الختام قام السيد الفريق أول بتفتيش التشكيلات المشاركة في هذا التمرين.